كورة في ال18 تحليل مباراة الأهلي وسيراميكا. خليك معايا. 1. تحية وتقدير للمدرب القدير والكبير حلمي طولان اللي كان مذاكر كولر كويس وقدر يلعبه وعرف يلعبه كويس ولعب عليه ضغط عالي على الأربعة بتوع خط الظهر. كان بيضغط بكثافة عددية ب3 أو 4 عشان خاطر طبعا عارف إن كولر طريقة لعبه إن هو بيبتدي الهجمة من ورا لقدام من بداية من خط الظهر، فحب يخنقه ويضايق عليه خناق، وبالتالي فعلا سبب اختناق في صفوف الأهلي وخلاهم ما بيحضروش الهجمة بأريحية، وده اللي سبب تأخر الفوز كتير. 2. كابتن حلمي طولان ما كانش قدير النهارده بس في انه كان بيعمل ضغط عالي على الخط الظهر بتاع النادي الاهلي وبيضغط عليه بكثافه، لا ده كان بيضغط عليه بكثافه، وكان لما بيقطع الكوره كان دايما بيعمل اوفرلاب خلف الاثنين الباكات معلول وهاني، لان دايما معروف ان طريقه لعب كولر طول ال 90 دقيقه يكاد يكون بيطير الباكات، حب يلعب اوفرلاب من وراهم ورا في المساحات اللي وراهم وهم متقدمين، وده يدل على ايه؟ يدل على ان هو مدرب واعي وفاهم، مش مدرب نازل يعمل بلوك خرساني ويقول لك اصل انا بلعب قدام الاهلي. نيجي بقى لحبيبنا وعمنا كولر اللي دايما بيفاجئنا على المستوى الشخصي باستراتيجيه لعب وبحاجه جديده بيعملها في كل مباراه. لو حد خد باله خط النص بتاع النادي الاهلي بمجرد ما بيستلم الكوره سواء ديانج او عمرو السوليه او مروان عطيه او حتى حمدي فتحي لما بيلعب، بمجرد ما بيستلموا الكوره او انا يعني متابعهم اول ما بيستلموا الكوره بتلاقي على طول تاو مع حسين الشحات ضموا مع كهربا كمهاجم تاني ومهاجم تالت في قلب منطقه الجزاء، وطبيعي ان وتلاقي كمان بديهيا ان الثلاثه بتوع خط النص من غير ما يبصوا كده بيلعبوا كده برمجه كده، يروحوا لاعبين لهم البينات والسرعات في شكل طابلو وتكتيك فني رائع قوي. يعني كل الكور اول ما بشوف مروان عطيه بيستلم الكوره او حمدي فتحي لما بيلعب او عمرو السوليه او عمرو السوليه او ديانج، تلاقي بالاخص ديانج تلاقي على طول بص اول ما يستلم الكوره تلاقي على طول راح تاو جري على منطقه الجزاء والشحات جري على منطقه الجزاء، عملوا كثافه عدديه في مع كهرباء. دي حته حلوه جدا جدا جدا. 4. هقول تاني وتالت مرارا وتكرارا، ما حدش يزعل من اداء الاهلي قدام سيراميكا امبارح، لان انت معاك مدرب فاهم وواعي وبيلعب، لازم يؤدي مباريات الدوري باداء تجاري، حفاظا على اللعيبه من الاصابات، وحفاظا على المخزون البدني، وحفاظا على اللعيبه من الارهاق وتجنب الارهاق. اوعى تزعل. 5. رغم تألق الشحات النهارده الا ان هو بصراحه ساعد نفسه كتير جدا جدا، وعلي معلول النهارده ما كانش بيكمل معاه كتير وما ساعدوش، علي معلول النهارده كان خارج الفورمه، لكن ان حسين الشحات يبقى الباك بتاعه اللي بيلعب وراه ما ساعدوش كتير، وان هو يتألق كده النهارده ويجيب هدف ويتألق طول المباراه، فانت لازم تتاكد كاهلاوي ان حسين الشحات بيعيش ازهى عصوره الكرويه على الاطلاق. كهربا وبيرسي تاو محتاجين قبل مباراتين الوداد ان هم يتدربوا كتير جدا تدريبات فرديه على انهاء الهجمه بصوره كويسه، لازم ينهوا الهجمه بصوره كويسه وبخبره اكتر من كده وبدون استعجال، لان الفرص دي لو ضاعت قدام الوداد هنندم عليها كتير. 6. تحيه وتقدير لقلب الاسد الجديد وحامي عرين النادي الاهلي مصطفى شوبير اللي تألق امبارح تألق غير عادي وتصدى لاهداف محققه. احنا على موعد مع سد علي جديد. حد خد باله من ديانج وخط النص بتاع النادي الاهلي ومروان عطيه مع عمرو السوليه؟ بقى في كميه تناغم جميله جدا بين الثلاثه، ومعاهم كمان حمدي فتحي لما بيلعب الاربعه بتوع خط النص. بنلاقي اول لما مثلا ديانج بيتقدم بيسيب خط النص ويتقدم يطلع يزيد مع الهجوم، بنلاقي مروان عطيه راح مغطي من وراه في نفس الوقت مقرب منه عامل الكثافه الهجوميه في نفس الوقت حامي ظهره، والعكس لما نلاقي السوليه طالع بنلاقي ديانج ومروان عطيه بيقربوا منه وفي نفس الوقت بيحموا ظهره، ولما بنلاقي مروان عطيه طالع بنلاقي ديانج بيضم يستناه او عمرو السوليه بيضم يستناه، بيعملوا الكثافه الهجوميه كويس وبيعملوا الكثافه الدفاعيه كويس. ده ما يدل ان خط النص النادي الاهلي عامل مسمار في دايره السنتر. دفاع الاهلي النهارده كان عنده غلطتين، اول غلطه ان كان في حاله سرحان بتحصل من منعم ومتولي، وكانت يعني حاله سرحان كده كانت ممكن لو فريق سيراميكا عنده مهاجم قوي زي رفيق كابو كان زمانه عمل سجل اهداف وعمل خطوره جامده على مرمى النادي الاهلي، وكان في حاله ثقه زياده من محمود متولي ومن عبد المنعم ما بيخلصوش من الكوره، والموضوع ده لو اتحصل قدام الوداد هنندم كتير جدا جدا جدا، فنتمنى تتعالج.